حجم الباكت. دلوقتي انا لما باجي اعمل بينج على yahoo.com، اللي بيجي بيرد عليا بيقول لي والله الاي بي بتاع ياهو ده رد عليك with 32 بايتس. ده الديفولت بتاع الويندوز، لما بتيجي تعمل بينج بيبعت 32 بايتس وليس بيتس، بايتس. تمام، بيبعت 32 بايت. طيب هو انا ازاي اقدر اغير في حجم البايت؟ طيب انا كل اللي هعمله ان انا هاجي اقول مثلا بينج على الياهو دوت كوم، خلينا نقول داش 4 علشان يبقى اي بي فيرجن 4، بلاش اي بي فيرجن 6. هو للاسف في الديفولت دلوقتي بيستخدم الاي بي فيرجن 6 اذا الجهاز بيدعم الاي بي فيرجن 6. طب هل بتقدر تغير الاي بي فيرجن 6 ده الاي بي فيرجن 4 يبقى الديفولت بتاعك؟ للاسف برضو لا. طيب دلوقتي احنا قلنا خلاص داش 4 علشان هنستخدم الاي بي فيرجن 4، هنستخدم داش ان مثلا وخلينا 2، نستخدم 2 بس. وعلشان نغير من حجم الباكت هنكتب داش ال. طيب داش ال دي احنا هنستخدم قد ايه مثلا؟ هل نقدر نعمل 1000؟ احنا نقدر نعمل اكتر من كده كمان. ايه حجم الباكت الاقصى المسموح؟ احنا ممكن نعمل لغايه 65500. 65000 حجم الباكت، زائد بيتضاف عليها 28. شايف هنا كام؟ هنا جاب واحده ريكوست تايمد اوت، تمام، وواحده ريبلاي. هنا الباكت، حجم الباكت اساسا لما تيجي تبعت مثلا ال1000 ده بيتقسم ازاي؟ ال1000 ده اللي هو الاي سي ام بي ريكوست اللي انت بتبعته، بيتضاف عليه الهيدر بتاعك قيمته 28، وفي الاخر انت بيطلع من الجهاز فعلي عندك 1028. لو انت جيت كتبت مثلا حجم الباكت بتاعتك هيبقى مثلا 1500، انت لسه لازم تعمل حساب ان في لسه 28 باكت للهيدر، وبكده يبقى قيمه الباكت الفعليه اللي طالعه من الجهاز عندك 1528. طيب هل معنى كده لو جيت اكتب الكوماند ده وجيت كتبت هنا واحد هيقبل مني؟ لا، هو باد فاليو اصلا، هو ما بيقبلش غير 65500. طيب هل كل السيرفرات بتقبل الرقم ده؟ للاسف برضو لا. انت لو جيت تعمل كده على تكتب نفس الباكت، حجم الباكت دي على جوجل، مش هيقبلها منك. هو جوجل ذات نفسه عنده بوليسي بيمنع حاجه اسمها بيحاول يعمل حاجه اسمها الديدوس او الاي سي ام بي فلودنج، اللي هو يعني ايه الفيضان، فيضان الاي سي ام بي. مش كل واحد بقى ايه هيبعت لي باكت كبيره كده. ده بل بالعكس، ده يعني حاجه كمان من ضمن السكيورتي اللي عند جوجل، ان الرواتر بتاعتهم بتعمل دروب للباكت من الاول علشان ما توصلش للسيرفرات، لان الباكت الكبيره دي بيحصل لها حاجه اسمها فراجمنتيشن. فراجمنتيشن دي يعني بتتقسم، تتبعت على النتورك، بعد كده السيرفر يستلمها، يبدا السي بي يو يجمعها. علشان كده احنا لقينا هنا فين في لما عملنا البنج للياهو لقينا ان في باكت وقعت. دي معناها ايه؟ دي معناها احنا قلنا قبل كده ان الريكوست تايم اوت ده ان الايكو بتاعي رجع لي، بس هو السي بي يو اللي هناك ما ردش عليا. طب ليه ما ردش عليا؟ هو هنا كان جزء منه ان مثلا في باكت ما فهمهاش، او في حاجه مثلا او ممكن يكون بوليسي عندهم يرد على واحده والتانيه لا. تمام، طب انا هعرف كده ازاي؟ كل اللي هعمله ان انا هروح للريكوست بتاع الياهو ده مره تانية، تمام، وهخليه مثلا بدل ما الان تساوي 2 هخلي الان تساوي 4. شوف كده هل هيرد مره او مره لا. يعني هي كلها بتبقى في الاول وفي الاخر فاير وول. ما دي برضو طريقه انا بستخدمها مثلا في الشركه عندي علشان خاطر اقدر امنع الديدوس. لازم اعرف حجم الباكت اللي انا لازم استخدمها لما اجي اتوصل بسيرفر. هنا مثلا الياهو بيديني مره بس ايه؟ ريبلاي. اداني مره 3 مرات لا. هل لو جيت اعمل كده مره تانية هيديني مثلا اكتر من مره ريبلاي؟ على حسب. ليه؟ هو قدر دلوقتي يشوف الباكت كلها وقدر السي بي يو يجمعها ويبعتها لي مره تانية. يبقى هو كده كياهو دوت كوم ما عندوش الفكره، او كسكيورتي الجزء بتاع الايه اللي هو امنع الديدوس مثلا، او اللي هو يعني هو من الاخر شغال بالسيرفرات القديمه اللي هو بيستقبل الباكت بتاعتك، والسي بي يو بيعمل لود ان هو يجمع الباكتس دي كلها لان بيحصل لها فراجمنتيشن زي ما قلنا، ويبدا يجمعها بطريقته، وبعد كده يبدا يعمل ريبلاي مره تانية. طيب هو انا ممكن اعمل يعني امنع الفراجمنت دي؟ انا ممكن امنع الفراجمنت دي من خلال كوماند اسمه من خلال كوماند داش اف. داش اف دي يعني امنع الايه؟ الفراجمنتيشن. هنا بيقول لي بقى ايه؟ الباكيتس نيدز تو بي فراجمنتد بات دي اف ست. انت مش طب ليه الكوماند ده جالي؟ علشان الرواتر عندنا سواء مثلا من الاي اس بي بروفايدر بتاعي، سواء بقى كانت صالات ولا فودافون ولا اس تي سي مثلا ولا اي شركه اي اس بي، هي ذات نفسها عندها ليميتيشن. معظم الرواتر زي مثلا اي سيسكو ولا جونيبر ولا غيرها، ما اعرفش جونيبر فيها رواتر او لا، بس خلينا نقول سيسكو مثلا بيها 1500. ده بيبقى الايه؟ الام تي يو، الماكسيمم ترانسميشن يونت. وبالتالي ال 65000 دولت اللي انا ببعت، يعني انا بلاش لو انا ببعت 3000 بس يعني، وانا الحد الاقصى المسموح عندي اللي هو 1500،
يعني لازم اقسم ال 3000 دهيت على 2. لا مش هيبقى على 2، ده هيبقى على 3 كمان. ليه؟ لان انا ال 1500 قلنا هضيف عليهم ال 28 بتوع الهيدر. 28 لسه في هيدر فيه 28 هيتضافوا على ال 1500، وبالتالي انا مش هقدر ابعت ال 3000 كلهم مره واحده، هضطر ان انا اقسمهم على 3 اجزاء. طب اقدر اشوف الفراجمنتيشن دي؟ ما اقدرش للاسف اشوفها من خلال ويندوز، بس لينكس انت بتقدر تتحكم كمان في الفراجمنتيشن. ممكن تعمل الباكت دي فراجمنت الاثنين و3 و4 زي ما انت عايز. يبقى من خلال الويندوز انت ما بتقدرش تعمل الايه الفراجمنت، سوري، ما بتقدرش تشوف الفراجمنت، بس تقدر تمنعه من خلال الداش اف، وطبعا هيدي لك ايرور زي ما شفنا. طيب انا دلوقتي لو غيرت الكوماند ده وخليته 1000، هل هيطلع من عندي؟ هيطلع من عندي خالص عادي خالص، مفيش اي مشكله، ومره واحده بس. طب هل لو كتبت مثلا 1500، خلينا نلغي الكوماند ده بقى وخلينا نكتب 1500، ال 1500 ديت هيديني ايه؟ برضو نفس الكلام. طيب الداش اف ديت زي ما قلنا بتديني فكره عن الايه الماكسيمم ترانسميشن يونت اللي بقدر استخدمها. طب انا اعرف مثلا ان الاي سي بي بيديني مثلا 1492، برضو مش هينفع. ليه؟ لان انا ما عملتش حساب الايه ال 1400 ال 28 هيدر بتوعنا، معلش. طيب هنا اطرح منهم، خلينا اقول مثلا اطرح منهم ال 28، يعني هنطرح 30، يعني مثلا يبقى 62 ونضيف 2 يعني 64. يعني لو عملت 64 1464 من غير يبقى ايه الباكت بتاعتي الاي اس بي عندي بيسمح لي ان انا ايه اخرج 1464 زائد ال 28. طب هل اذا زودت 1465 هل هيخرج من عندي؟ للاسف الباكت نيدز تو بي فراجمنتد. لازم، هو ده يعني كان مثلا في الكاش ولا حاجه، بس هو بيقول ايه لازم تبقى، لازم اعمل فراجمنت. تمام. طيب يبقى ده كده مش هقدر اعمل له، مش هقدر اخرجه من عندي لان انا محتاج ان انا اعمله فراجمنت. يبقى كده الباكت عندي كام؟ 1464. طب نيجي نشوف جوجل مثلا. جوجل عندها السكيورتي بتاعت الدي دوس ده منعاه. لو جيت اعمل جوجل دوت كوم وكتبت الماينس 4 داش 4 داش ان 4 هيديني بالريبلاي عادي. طب انا بقى لو جيت انا ياهو قبلت مني 65500، طب هتقبل مني واحد هنا حتى زياده؟ طب بلاش، هو محتاج ان هو يعمل ديفراجمنت. احنا قلنا هنشيل الكوماند ده يعمل فراجمنت قصدي، معلش. بس في جميع الاحوال ان جوجل اساسا مش هترد عليا. ليه؟ لان هي عندها خاصيه ان هي تمنع الفلودنج، الفيضان بتاع الاي سي ام بي ريكويستس اللي هو بيمنع الديدوس اتاكس. وبالتالي مش كل المواقع بتستخدم اللي هي ال 65500 باكيت ان انا اقدر اعمل هيفي لود على النتورك واقدر. عشان من الاخر كان في قصه زمان كده حصلت ان السيرفرات بتاعت ياهو وقعت. كان في ناس من جميع انحاء العالم للاسف بنجوا على السيرفرات بتاعت ياهو ووقعوها. ومن ساعتها طبعا العالم كله بيتجه ان هو ازاي يحمي نفسه من خطر الديدوس. واحده من الاخطار من السكيورتي اللي انا امنع نفسي من الديدوس ان انا امنع الباكيتات الكبيره انها توصل من الاساس على السيرفر بتاعي، لان ده زي ما قلت بياخد جزء كبير جدا من السي بي يو علشان يبدا يجمع الباكيتس دي مره تانية علشان يقدر يبعتها مره تانية او يعمل ريبلاي للريكوست اللي اتبعت.